السلام عليكم، دي ايمي وده يوم في حياة ايمي. قبل اي حاجة، ايمي اخيرا جابت باكج الترم التاني للعربي من مستر وليد محسن، فخلونا نشوفه كده بسرعة. اول حاجة موجودة في باكج الترم التاني هو القلم ده متعدد الاستخدامات، ممكن نكتب بيه نسكرول بيه على الموبايل، واكتر حاجة مفضلة عندي ان احنا ممكن نخليه ستاند للموبايل او للتابلت. بعدين ميمي بقى هكلمكم على الكتب الاساسية. اول كتاب معانا هو كتاب الشرح، فيه كل الفروع بتاعة اللغة العربية للترم التاني بشرح تفصيلي لكل درس في المنهج. وتاني كتاب هو كتاب التدريبات، فيه كمية تدريبات يا جماعة انتوا مش متخيلين. بعد كده في مذكرة منهج الترم الاول كامل، وعندكم كمان جدول في اول المذكرة علشان تعرفوا ازاي هتقدروا تلموا كل اللي فاتكم. بعد كده هنلاقي مذكرة النماذج الشاملة عشان نتدرب على اسئلة المنهج. ودلوقتي ايمو تحب تعرفكم على المنقذ بتاعها اللي لم لها كل الحاجات اللي بنتلخبط فيها في كام ورقة بس. واكتر فقرة محببة الى قلبي هي فقرة النوتس اللي مستر وليد بيعملها. يا جماعة بصوا شكلها من جوه قد ايه حلوة، وشكلها من بره قد ايه كيوت. ومعانا هنا قائمة المهام، وده شكلها من جوه، ومعانا كمان النوت الصغننه دي، وده شكلها من جوه. ونسيت اقول لكم ان لون السناده والقلم بتاعكم بيتغير، يعني مثلا انا السناده والقلم بتوعي طلعوا لونهم احمر، انتوا ممكن يطلع معاكم ازرق، وفي الوان تانية. واخر حاجه موجوده هي الستيكرز والشوكولاتايه دي، لو حابين تطلبوه هسيب لكم التفاصيل تحت. هنقف هنا دلوقتي لان الفيديو طول مني قوي. سلام عليكم.